كوكو البنات صافا كي بقيتو مزيان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده ان شاء الله. اليوم نقدم لكم واحد لو كيك ديال البنان والكاكاو والشوكولا، كيجي زوين بزاف بزاف رائع. كما كتشوفوا هنايا عندي ثلاثه ديال البنانات، ثلاثه البيضات، جوج خمارات، عندي كاكاو، الدقيق، الحليب والسكر والشوكولات. عندي الشوكولا مقطع قطع صغيره. بالنسبه للبنات خديت واحد الاناء. انا هنايا عندي السكر ما خديتوش في كاس العنبه، عندي هذا الكاس الصغير كما كتشوفوا. ماشي بحال الكاس العنبه كيكون وافي. المهم خديت القياس ودرت الطبقيق، حطيته في هذا البول ديال السكر. المهم نتوما خذوا كاس ديال العنبه ديال السكر. كما كتشوفوا زدت هنايا البنان ديالي. عندي هنا ثلاثه ديال البنانات قشرتهم ونفعسهم مزيان مع داك السكر. كناخذ واحد الشوكه وكنبقى نفعس مزيان كما تشوفوا معايا دابا حتى ينسجم ليا داك السكر مع داك البنان. البنات هذه ديال البنان كتجي صراحه زوينه بواحد المذاق ديال البنان. بغيتو تزيدوا لها زيدوا لها الفاني او زيدوا لها. انا راني درت هنايا الفاني غير ما وريته لكمش، كنت نسيت ودرتو التالي. او زيدوا لها دانون تاع البنان، حتى هي كيجي رائع جدا. المهم انا اكتفيت بالحليب، ولكن لا بغيتو تزيدوا واحد دانون ديال البنان زيدوه كاضافه. المهم البنات خديت هنايا ثلاثه البيضات حتى هما نطربهم مزيان مع هذا الخليط. كما كتشوفوا كنخلط هنايا مزيان حتى ينسجم ليا الخليط مع بعضياتهم. صدقوني البنات هاد الكيكه كتجي زوينه بزاف الفطور، العيد، الاعياد، المناسبات، الضياف ديالكم كتجي زوينه وخفيفه والمذاق رائع. كتجي مع كافي كريم، كتجي زوينه بزاف. كما كتشوفوا هنايا ضفت واحد الكاس ديال الحليب. كما قلت لكم لا عندكم دانون ديال البنان ممكن تزيدوه حتى هو كيعطيها واحد المذاق زيت جد رائع، كيعقدها وكيعطيها مذاق رائع. هنا عندي كاس ديال الزيت. المهم هادشي كامل البنات بكاس ديال العنبه. هنايا البنات درت معلقه كبيره ونص ديال الكاكاو. ما خاصش الكاكاو يجي بزاف لان خاصها تجي في اللون ديال الشوكولا. منين كتجي كحله بزاف ما كتعطيش المذاق وما كتعطيش المنظر زوين. داكشي علاش اكتفيت غير بمعلقه ونص. كما كتشوفوا كنطرب هنايا مزيان حتى ينسجم ليا مع بعضياته. هنايا الدقيق البنات كندير واحد جوج معلقات وكنزيد عليهم البيكين باودر. الخمارات كنزيد عليهم جوج خمارات. وعاد كنكمل. بالنسبه للبنات الدقيق ما وريتكمش شحال دخلني، ولكن راه شنو نقول لكم. المهم ما خصهاش تجي ما خصهاش تجي جاريه، تجي شويه قاصحه هكا باش انها كتعطي المذاق وما تجيش عاوتاني قاصحه بزاف. المهم كما الكيك العادي اللي كتصاوبوا هذا هو القياس ديالها. درت هنايا الشوكولا قطعته طريفات، كان عندي انا قطعته طريفات وندخلها دابا الفرن. بالنسبه راني دهنت المول بالزبده والدقيق ندخلها للفرن. المهم 180 درجه. المهم خصها تكون ناقصه على المتوسط واحد شويه باش طيب لنا على مهله على خاطرها. كما كتشوفوا من بعد ما طابت هانتوما كي كتجي معلكه بداك الشوكولا وكتجي من الفوق. انا اكتفيت هذا هو
اكتفيت بهاد الزين، خليتها على طبيعتها. بغيتو البنات تزيدوا لها خطيطات ديال الشكلاط تزيدوا لها كراميل، تزيدوا لها غير سكر كلاصي من الفوق. المهم الاختيار زين كيبقى اختياركم. كنتمنى تعجبكم لا فيديو، تبارطاجيو لنا لا فيديو مع احبابكم وصحابكم، وشكرا على المتابعه. ولكن كنتمنى تجربوا هذا الكيك اللي كيجي اكثر من رائع. كما كتشوفوا ها نتوما لا من الداخل لا من على برا